السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، معاكم شيكو ستيكو. ان شاء الله النهاردة انا صدمت صدمة شوية، يعني مش هقول يعني انها صدمة جامدة، بس يعني اتفاجئت. كنت بنظف القلاية، وخصوصا بنظف الدراع، وبنظف المكان زي ما انتم شايفين كده هنا من جوه، لان طبعا هو بيبقى فيه كمية دهون كتير شوية بتبقى ماسكة فيها. وبعدين وبنضف دي بالفرشه من جوه. مهم لقيت هنا من جوه طبعا بتبقى داخل من جوه هنا دهون، بتبقى هنا من الداخل هنا فيها دهون ماسكه فيها، وبنضفها بالفرشه. وكمان احيانا بقعد اخبط كده على ايدي كده بيها لحد لما تنزل كل الدهون المتجمعه هنا. ف حسيت ان لسه في حاجه جوه، كأن في دهون او في حاجه من جوه هنا. فقلت طب افك المسمارين دول واشوف ايه. ف... فجبت السكينه بتاعتي وفكيت شويه كده. يعني انا يعني قلت اصور وانا بعملها، فشفت في هنا حاجه دهون كده من هنا، فقلت هكمل معاكم فك المسمارين وايه، واشوف ايه اللي جواها، لان حسيت ان فيها دهون كتير جدا. طبعا انتوا ممكن تفكوها بالمفك، اللي عنده مفك. انا عندي مفك بس مش عارفه بصراحه، لسه هقعد ادور بقى عليه. فقدامي السكينه، فانا ايه هعمل بيها، وهي ايه هتتفك على طول ان شاء الله. شايفين خلاص كده اتفكت. شايفين بقى الكارثه؟ يعني بصوا بقى، بصوا على الكارثه اللي موجوده جوه القلايه. هو هقرب لكم الصوره وافتح اهو الضوء بتاع الكاميرا. ده بقى الدهون او الزيوت اللي احنا بنشغلها في القلايه، اللي هو مثلا بندهن اي اكل زيت بالفرشه وكده، وطبعا بتدخل بعضها جوه هنا في المكان ده، وبتتجمع بقى، بتدخل جوه هنا بتتجمع هنا. وادي شايفين بقى الكارثه اللي انا اكتشفتها. طبعا دي لازم بقى كل شويه هنفكها، كل فتره هنفكها وننضفها، لان الدهون دي بقى لو نزلت في الاكل تبقى مصيبه سودة، تبقى كارثه بجد. يعني زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين ده وارد طبعا ان الدهون اللي هنا كلها تنزل مع الحراره، تسيح مثلا شويه منها، جزء منها مع الحراره وتنزل في الاكل. ف بصراحه يعني مش عارفه بصراحه اقول ايه. مش عايزه اصدمكم، ايه ده، انتوا لازم تتصدموا معايا، مش هتصدم لوحدي. زي ما انتوا شايفين المنظر. ننضفها بقى ونشوف الاخبار. هنضفها وهوريها لكم، خليكم معايا. شوفوا بقى، عشان وانا بنضف بحاول ادخل الفرشه دي طبعا معموله كده زي ما شفتوها. كنت بحاول ادخل الفرشه دي من جوه عشان تنضف، انضفها من جوه. دي طلعت معايا، هتتركب طبعا. بس بقى شوفوا بقى الدهون بقى اللي ماسكه فيها من جوه. يعني تخيلوا المنظر، تخيلوا بقى المنظر. حاجه صعبه بجد، حاجه صعبه. اللي كان بيطلع لي من هنا من جوه هنا وكنت بشوفه من هنا كان حاجات زي كده، وكنت بقول مش شويه دهون متجمعه بسيطه كده يعني، بس ما توصلش لدرجه انها تجمع كل ده وتبقى بالمنظر ده من جوه. يعني انا كده بفكر ما استخدمش الدراع للامان، مش هستخدم الدراع، او هستخدمه وكل مره بقى كل استخدام هنضف التنظيفه دي، او بعد كل استخدام هنضف التنظيفه يعني مش عايزه اشوف المنظر ده، منظر مقرف. ويعني وما احبش ان حاجه زي كده تنزل لنا في الاكل. وطبعا هتبقى يعني كتر الدهون دي كارثه يعني، سموم، تعتبر انها سموم يعني، ممكن تعمل امراض وحشه جدا. فيعني خلوا بالكم
وانا اسفه بصراحه ان انا بعمل وعملت الفيديو ده، بس لازم اقول لكم زي ما بنقول المميزات لازم نقول العيوب. وانا ما بحبش ان انا اذكر مميزات فقط، لا لازم اقول العيوب ايه وايه المشاكل اللي فيها وايه كل حاجه في اي جهاز. لازم يعني نحترس او ناخد بالنا من المشكله اللي فيها، او ازاي ان احنا نتغلب على المشكله دي. فلازم كل حد فيكم ينظف من القلايه من جوه ومن بره، الدراع من جوه هنا ومن بره هنا زي ما احنا بننضفها من جوه، وننضف المكان ده. هنضفه بقى اوريه لكم علشان طبعا ايه كلنا يعني ربنا يعافينا من اي امراض جميعا. ونشوف بقى ان شاء الله. ادي الدراع بعد ما نضفته، طبعا ده خد مني وقت شويه وتعب لي ايدي بصراحه لاني عملته بالسلك الناعم هيطلع افضل. وطبعا استخدمت الفرشه اللي هي زي ما قلت قبل كده فرشه الببرونات الصغننه دي عشان تدخل في الاماكن الضيقه دي، وطبعا دي نضفتها يعني الحمد لله نطفت. بس ده طبعا يعني مش عايزه اقول لكم ان يعني طبعا القلايه عندي بقالها سنه وشهرين او 4 او سنه و3 شهور. طبعا كل ده كان متراكم جوه بقاله سنه و4 شهور او 3 شهور، يعني حاجه صعبه جدا. هنركب دي بقى بسم الله كده، بسم الله يا رب بس تركب. لا مش بطريقه صحيحه، تقريبا دي هيدخلوا كده. هحاول ان انا اركبها بقى وايه واوريها لكم. شكل الموضوع صعب، طب يعني اخليكم تشوفوها معايا عشان برضو لو حد فكها يقول هنركبها ازاي. شايفين الشكل ده كده وهي كده، يعني لازم دي تكون كده، لازم دي تتركب كده. كل واحده من دي هتدخل في ناحيه من هنا، في ناحيه من دي. بصوا كده بسم الله. هنحاول الاول ايه بسم الله كده. والله هي حاجه رخمه بصراحه وانا مش عارفه هي اتفكت مني ازاي. طب احنا ممكن نحاول نعملها كده الاول. ايوه شايفين كده ونلفها، اظن انها كده هتتلف. ايوه كده بسم الله. تدخل كده 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده اهو كده بسم الله. نزلي بقى مشكله مش عايزه تتعمل، مش عايزه تتعمل. انا مش عارفه هي اتفكت مني ازاي. انا كنت بدخل الفرشه كده بنضف فيها لقيتها طلعت. طب هشوف كده تاني، هشوف هنا مع نفسي كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل ورخم. للاسف ما عرفتش اركبها، ما رضيتش خالص تحاول تدخل في بعضها وتطلع من هنا، ما عرفتش. انا شكلي بقى هوديها التوكيل عشان ايه يركبوها لي، وهقول لهم على المشكله اللي حصلت دي. يعني انا هحاول كده مع نفسي اركبها، لو ما ركبتش خلاص هوديها التوكيل يركبوها لي. انا ما بقولش ما عملتش الفيديو ده عشان اقول لكم مثلا ما تشتروش القلايه او القلايه دي وحشه قوي، ولا طبعا كل حاجه فيها عيوب، كل جهاز هتلاقي فيه عيب، ما فيش حاجه خاليه من العيوب اي شيء ايا كان. تمام، بس في عيوب لازم نعرفها عشان ناخد بالنا منها، عشان نعرف نتعامل معاها. ده اللي اقصده من الفيديو ده. ادينا شفنا المشكله اللي كانت هنا هنعرفها، بس زي ما قلت لكم يعني حاولوا ان ده ما يتفكش منكم لان تركيبه صعب جدا. ما عرفتش اركبه، حاولت معاه ما عرفتش، فانا هوديه التوكيل يركبوه ويشوفوا ايه المشكله دي تتركب ازاي. طبعا ده هيبقى كده والمسمارين موجودين. معلش سامحوني ان انا عملت لكم الفيديو ده. اللي هيقول لي طبعا معلش سوري بقى، اللي هيقول لي بقى ان ممنوع المسامير دي تتفك، لا مش ممنوع. المسامير الدراع دي ما فيهاش مشكله لو اتفكت. الكتالوج كاتب ان بس شبك السخان العلوي هو اللي ممنوع انه يتفك، لكن مش قايل اي حاجه خالص عن الدراع ان هو ما يتفكش المسامير بتاعته. فلو حد حابب يفكه حتى بس عشان ينظف الجزء ده من هنا ومن هنا من بره من جوه من هنا كده ودي موجوده فيفكه عادي. تمام، وعلى مسؤوليتي انا شخصيا.
زي ما قلت لكم، واديكوا شفتوا ايه اللي حصل لي واللي حصل معايا.